وتشهد مدينة الحسكة توترا متصاعدا بين أصحاب البسطات وبلدية الشعب في المدينة على خلفية إجراءات تهدف إلى تنظيم الشوارع وتخفيف الازدحام وتحسين الواقع الخدمي، ولا سيما في شارع البالة والسوق الكبير. تتصاعد مطالب أصحاب البسطات في مدينة الحسكة بإيجاد حلول توازن بين حق العمل والحفاظ على انسيابية الحركة داخل المدينة وسط إجراءات البلدية للحد من الازدحام والفوضى، كوعود بإنشاء مواقع تنظيمية بديلة في السوق العام وتل غويران. وفي السياق قال محمد حسين صاحب بسطة لبيع الحقائب والمستلزمات في شارع البالة أن المشكلة الأساسية تكمن في ضيق الطريق وانتشار البسطات، الأمر الذي يعيق حركة المرور داخل المدينة. نحن مشاكلنا انه نحن كشارع البالة، شارع ضيق، تمام، شارع ضيق وما في مجال تسمح مرور السيارات وخروجه، يعني بكل الاحوال في نوبة ليانة السيارة مو معدية، فانه نطلب من الإدارة الذاتية وانه من البلدية انه بس يحسنوا لنا انه الشارع، يخلونا انه نحن على الرصيف نظل وما نضايق حدا ولا حدا يضايقنا، ويعني تعرف ان احنا اصحاب رزق يوميا، اذا ما نشتغل يوميتنا ما نطلع معيشتنا، واجباري مجبورين انه باش ونطلب انه بس انه يضبطوا لنا امور البسطات وكذا. من جانبه أشار مشعل حمديش وهو صاحب محل لبيع الألبسة المستعملة في الشارع ذاته إلى أن ارتفاع معدلات البطالة يدفع العديد من السكان للعمل على البسطات كمصدر رزق يومي لهم. شارع وهو مو مزفت، هو مو مخدم أبدا، مجرور ضعيف، أثناء المطر شارع البالة يصبح بحر، عبارة عن بحر تماما. فأنا ما أجي أطلب منك أنه أنت تدفع لي ضريبة وأنت مو مقدم لي أي خدمات. أرضية الشارع بدأ تزفيت، البسطات ممكن تنقل البسطات، بس ما يصير تنقل البسطات بدون ما تأمن مكان آخر لعمال البسطات، لأنه هذا يغطي قطاع كبير من الشباب ويشتغلون يطلعون يومياتهم، عايشة عوائل على هذا المشروع. بالتالي أنا أمن لهم مكان آخر وأشيلهم عادي، يعني الموضوع ما حد يختلف فيه ولا حد يزعل. إذا أمنت لهم ساحة معينة بمكان معين بأسس معينة بخدمات معينة، أكيد ما حدا راح يعترض على هذا الموضوع، وبالعكس يصبح الشارع أنظف، يصبح الشارع أرقى. وفي السياق ذاته قال محمد الصالح وهو صاحب بسطة متجولة لبيع الفواكه إن أبرز مطالبهم تتمثل في تخصيص ساحة مناسبة لعمل البسطات، وإن شارع السوق الكبير يعد موقعا مناسبا نظرا للكثافة السكانية. فنضطر نوقف هنا، يعني ايش بدنا نسوي؟ مشاكل الشارع ضيق، ما نقدر نصف غير بهالمكان، يعني ما في غير هالمكان. فلو يسوون لنا بسطة، يعني مكان مخصص للبسطات مشان نروح نشتغل. بدورها أوضحت وفاء العبود مسؤولة قسم الضابطة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة أن البلدية تتعامل مع هذه القضية استجابة لشكوى السكان، لا سيما فيما يتعلق بارتفاع حالات السرقة في شارع البالة نتيجة انتشار البسطات. بالنسبة للبسطات احنا كان اجت شكاوي كتير من الاهالي ومن الشعب انه عم تصير بشارع البالة وشارع فلسطين عم تصير سرقات بسبب أزمة العربيات وأزمة البسطات. وأكدت وفاء أن هناك مشروعا قيد الدراسة لتخصيص مواقع مناسبة لأصحاب البسطات على أرض مملوكة للبلدية. البديل لازم نجهز المكان بسرعة. هلا مشروع تل غويران الكراج، هلا حطينا خطة وبلشنا، يعني من هون لراس الشهر نبلش عمل فيها، ننظم بسطات كل واحد يصير له مكانه معين يوقف به، ما يعيق السير أبدا. إن شاء الله من هون لراس الشهر نخلص من التل، وبس نخلص التل نلاقي مكان كمان لأهالي البسطات ضمن السوق، مكان مناسب ونحطهم كمان فيه.